السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ومرتاحين. القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم قصه حقيقيه ووقعات هنا في المغرب. ملي كنت كنقرا في الاحداث اللي وقعوا في هذه القصه وكاع داكشي اللي طرا فيها، ما نكذبش عليكم، تفاجأت بداكشي اللي طرا فيها. كاع الاحداث اللي وقعوا فيها جد رائعه. القصه كلها تشويق واثاره، فيها الانتقام، فيها الحب، فيها الحزن، فيها القضاء والقدر، فيها بزاف د العبر وفيها بزاف د الاشياء اللي حقيقه عجبوني وفي نفس الوقت خلوني نتصدم من هاد الاحداث كامله اللي وقعوا فيها. ولو نفترض انني عطيت لشي واحد يكتب شي قصه من وحي الخيال ديالو، ثقوا بيا ما غاديش يكتب بحال هاد القصه الحقيقيه اللي غادي نعاود لكم اليوم. الخوت، بلا ما نزيد نشوقكم اكثر، ما تنساوش تخليو لايك للحلقه قبل ما تبداو القصه، حيت انا متيقن تعجبكم. ودخلوا عندي الانستغرام، ها هو غادي يبان لكم هنا، كتبوا غير امين نقيطي غادي يخرج لكم الكونت ديالي. تماك فين كنبقى نحط ستوريات وكنشارك معكم اي حاجه غادي تكون جديده. الخوت كيف العاده، صوبوا لكم شي قهيوه ولا شي اتاي باش تشدوا الستون وعيشوا معايا هاد القصه الرائعه اللي غادي نعاود لكم. القصة ديالنا غادي تبدا عام 1998 في الدار البيضاء. غادي تبدا مع واحد السيدة سميتها ماريا واحد المرأة ميسورة وكتنحادر من واحد العائلة لاباس عليها. واحد النهار مشات عند واحد السيد اللي الخدمة ديالو سمسار ديال الخدامات، يعني اي واحد خاصه شي خدامه ولا بغى شي خدامه تخدم عنده في الدار هو اللي كيتدخل وهو اللي كيدبر عليها. المهم اللي جات عنده ماريا قالت ليه ودي راه بغيت شي خدامه وتكون بهاد المواصفات، ها كاين وها كاين وها كاين. السيد بطبيعه الحال وافق، قال لها اعطيني غير شويه د الوقت وما يكون غير خاطرك. وبالفعل من بعد ايام قليله السمسار غادي يجي عندها حتى للدار وغادي يدق عليها. غادي تحل ماريا الباب وغادي تلقى السمسار ومعاه واحد البنت عندها 10 سنين ومعاه حتى الاب ديالها سميتو التهامي، وجايين من واحد القريه اللي بعيده في نواحي ديال وازان. السي التهامي واحد الرجل اللي فقير وبسيط، مزوج وعنده 10 الاولاد. عنده واحد الارض صغيره في هذيك القريه هي اللي مربي فيها شي دجيجات وشي معيزات على قد الحال، وبزز باش كيقدر يوفر لولادو شويه د الماكله. داكشي باش ملي جا عنده السمسار وقال ليه هاش كاين وهاش كاين وهاد السيده راه غادي تهلا لك في بنتك وما غادي خصها حتى خير، السي التهامي ما ترددش، ما فكرش بزاف ودا هذيك البنت اللي كبيره عنده اللي عندها 10 سنوات. دقوا على السيده، السلام اودي، ها هي البنت راه واجده، البنت اللي غادي تخدم عندك. قالت لهم مرحبا. هي هذيك جبدات ماريا هذوك الفلوس ديال شهر واحد وعطاتهم للسي التهامي، قالت لها هما الخلاص ديال الشهر الاول. هنا السي التهامي قال لها لا اودي انا راني كنسكن بعيد، كنسكن في واحد القريه بعيده في النواحي ديال وازان، وإلا جيت نبقى ناخذ الفلوس من شهر لشهر راه غادي نخسرهم غير في المركوب. اودي عطيني غير الفلوس ديال عام كامل، يعني بلا ما نبقى غادي جاي كل مره، اللهم سبق لي الفلوس ديال عام كامل والله يعاونك. ماريا عجباتها الفكره، قالت ليه مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. جبدت الفلوس وقالت ليه هاك ها هما الخلاص ديال عام كامل. هنا البنت الطفله فاطمه اللي مازال عندها غير 10 سنوات غير ساكته وكتشوف هذاك المنظر، كانت عارفه راسها غادي تولي خدامه عند واحد السيده اللي ما كتعرفهاش، لكن على الاقل كانت كتقول راه غادي نبقى نشوف با من الشهر للشهر، غادي نبقى نشوفه من الشهر للشهر ونشم فيه ريحه امي ونشم فيه ريحه خوتي، وعلى الاقل غادي نحيد هذيك الوحشه. لكن دابا كتشوف باها شنو دار، خدا الفلوس ديال عام كامل، يعني عام كامل ما بقاتش غادي تشوفه. تخيل معايا بنت عندها 10 سنين غادي تحرم من عائلتها وغادي تحرم من كاع الناس اللي قراب ليها، وكتشوف باها باغي غير الفلوس، الهم الوحيد ديالو غير الفلوس، والمشكله على 2 ريال. لكن فاطمه ما كان عندها ما دير من غير تسكت وتصبر وتكمدها في قلبها. هنا فاطمه غادي تدخل الدار وباها غادي يمشي. ماريا غادي تسد الباب وغادي تمشي نيشان عند فاطمه، غادي تملي عليها القوانين ديال البيت، ما خلاتهاش حتى تسخن بلاصتها وبدات عليها بالقوانين اللي خاصهم يداروا في البيت. قالت لها ماريا اول حاجه نبداو بها هي ملي نكون ندوي معاك شوفي في الارض، ما تشوفيش ليا في عينيا، ملي نكون ندوي معاك شوفي في الارض وحني راسك. ثاني حاجه غادي تعيطي ليا لالا، وراجلي الحبيب غادي تعيطي ليه سيدي. السيده ماريا قالت لفاطمه بزاف الشروط والقوانين، ومن بينهم انها ما خاصهاش تمشي تاكل من الثلاجه نهائيا الا بالاذن ديالها، لا ماكله لا شراب، والاهم هو انها خاصها تكون
هي اخر وحده غادي تنعس في الدار، حتى تنعس ماريا وينعس راجلها. عاد هي ديك الساعه عندها الحق باش تنعس، وبطبيعه الحال تكون مساليه كاع شغالاتها، غاسله المواعن، دايره كلشي، عاد تنعس. وفي الصباح خاصها تفيق هي الاولى، توجد الفطور قبل ما يفيقوا هما وتحطوا ليهم باش تبقى تسخر عليهم. السيده ماريا كتملي هذوك القوانين على فاطمه، وفاطمه حانيه راسها وكتسمع لداك الشيء، وهي كتفكر في البلاصه اللي غادي تنعس فيها. وهنا جاتها الاجابه. غادي تجيب ماريا واحد اللحاف اللي قديم وواحد المانطه اللي مكرفصه، عطاتهم ليها وقالت ليها بلاصتك غادي تكون في المطبخ، غادي تفرشي هذاك الفراش لكن حتى نعسو حنا، وفي الصباح ملي تفيقي غادي تجمعيه وطويه قبل ما نفيقوا حنايا، وياك نوض ولقى هذاك الفراش مازال تم. هنا فاطمه كثرات عليها المسؤوليه وحسات بواحد الضغط كبير، موالفه كتمشي غير تسرح شي معيزات في الباديه ديال باها، ولا موالفه كتمشي تسقي من العوينه، يعني ما موالفاش هادشي كامل. لكن واخا هكاك استسلمات الامر الواقع، يعني ما بقى عندها حتى شي اختيار. في الايامات الاولى ديالها تم فاطمه واحد النهار خدمات النهار كامل وعيات، وملي فرشات بلاصتها ونعسات داتها عينها وما فاقتش هي الاولى في الصباح. وهنا جات عندها ماريا غادي تفيقها بواحد الركله. ناضت فاطمه مخلوعه ما فاهمه والو، استقبلاتها ماريا بواحد التصرفيقه للحنك، خلات حنكها طيب بزاف كيشعل. هاد التصرفيقه المغزى ديالها هو تعلم الدرس، والدرس هو انها لا تماطلات في اي حاجه ولا ما دارتش شي حاجه اللي كتقول ليها غادي يكون العقاب ديالها هو الضرب والعصا. هنا فهمات فاطمه باللي ضروري خاصها تتاقلم مع الوضع، حيت ما عندها حتى شي واحد اللي غيحميها من البطش ديال هذيك السيده. دازوا الايام والايام، فاطمه بدات كتشغل بالهم ديالها الجديد، وبدات كتنسى هذيك العروبيه هذيك الباديه اللي كانت ساكنه فيها. من غير حتى الليل ملي كتبغي تحط راسها تنعس عاد كتفكر بواها، كتفكر امها، كتفكر خوتها، توحشاتهم بزاف، ما تقدروش تخيلوا شحال توحشاتهم. وكانت كتحسب في الايام غير امتى يدوز هذاك العام باش تشوف عاوتاني بواها. دازوا الشهوره والشهوره، وهنا بدا كيقرب الموعد ديال المجيء ديال بواها التهامي. واحد النهار فاطمه كانت جالسه حتى سمعت ماريا كتقول راجلها الحبيب، كتقول ليه باللي الموعد ديال السي التهامي راه قريب يجي باش ياخد الفلوس، يعني الخلاص ديال العام الثاني. هنا فاطمه فرحات بزاف حيت عرفات باللي غادي تشوف بواها، اخيرا غادي تشوف بواها من بعد عام كامل ديال الشوق. وبالفعل جا هذاك اليوم. واحد النهار كانت فاطمه في المطبخ كتصوب في شي حاجه، حتى سمعت دقان في الباب. مشات السيده ديالها ماريا تحل باش تشوف شكون، سمعت باللي بواه هو اللي جا. فاطمه هنا حسات بواحد الفرحه لا توصف، خصوصا ملي سمعت الصوت ديال باباها. ولكن هنا سمعت السيده ماريا كتقول ليه باللي راه بنتك بخير وعلى خير، وهاك الخلاص ديال العام الثاني. هنا السي تامي غادي ياخذ الفلوس وغادي يرجع منين جا. غادي يرجع منين جا بلا ما يشوف بنته. تخيلوا معايا هنا الاحساس ديال فاطمه كيفاش غادي يكون. تخيلوا معايا عام كامل وهي كتحسب في الايام وفي الشهوره غير باش تشوف بواها امتى غادي يجي عندها. كانت باغا تشوف بواها، تم فيه ريحه الدوار، تم فيه ريحه خوتها وامها، كانت موحشاهم بزاف، كانت باغا تشوفه ولو غير دقائق معدوده. ولكن في الاخر بواها خدا الفلوس ومشى. هنا فاطمه تيقنات باللي كان خاصها ضروري تسنى عام كامل اخر باش تشوف بواها، لكن للاسف في كل عام كان كيجي ما كانش كيشوفها، حتى غادي تدوز 4 سنين. 4 سنين ما غاديش تشوف فيها عائلتها، وكاع هذاك الحب وهذاك الشوق وهذيك الوحشه اللي في قلبها كلها كانت مخبياها. وفي هاد 4 سنين كانت ماريا داك الساعه ولدات ولد وبنت. هادشي اللي خلى فاطمه تلاها معاهم وتزاد عليها واحد الحمل اللي ثقيل، يعني ما حيت تربي الدراري، ما حيت تقابل الامور ديال الدار، يعني ما بقاتش كتسالي. في هاد 4 سنين لاحظت فاطمه بزاف د الاشياء، ومن بين هاد الشيء لاحظت باللي هذيك السيده ديالها ماريا كانت كتجي ديما معطله، كتجي حتى لنصاص الليل، والمشكله انها كتجي في واحد الحاله اللي ماشي طبيعيه، يعني كتجي في حاله سكر. لاحظت فاطمه باللي راجلها الحبيب ما كان كيقول ليها والو، ما كانش كيقدر يهز صوته عليها، يعني ما عنده شخصيه، بالعكس كانت هي كتغوت عليه وكتبقى تعايرو، حتى بعض المرات الجيران كيسمعوا الغوات ديالها وهو بطبيعه الحال ما كيدوي ما كيتحرك. فاطمه عرفت باللي السيده ديالها ماريا واحد المراه اللي فاسده، عندها اكثر من عشيق، بغات تمشي تقول راجلها الحبيب، بغات تمشي تقول ليه هادشي، لكن عرفاتو ما عنده شخصيه، ما غادي يقول لها والو اصلا. دازوا الايام والايام، وهنا فاطمه غادي تكمل
14 سنه. بداو كيبانوا عليها علامات ديال النضج، والجسد ديالها بدا كيبان كبر من العمر ديالها. وهنا السي الحبيب بدا كيشوف فاطمه واحد الشوفات اللي ماشي طبيعيه، ماشي كيف ما موالف. بدا كيهتم بها اكثر وكيتقرب منها. فاطمه كانت كدير راسها ما عارفه والو، لكن كانت عارفه شنو النيه ديالو، ولا خيره في واحد ما فيش الغيره حتى على مرته. الحبيب كان كيستغل الاوقات اللي ما كتكونش ماريا في الدار، وكيحاول يتقرب من ماريا، كيدوي معها زوين، كيعاملها معامله زوينه، كيجيب ليها الشوكولات، كيجيب ليها كاع دوك الحوايج اللي كيعجبوا الاطفال. وخا في الحقيقه ولات واحد البنت اللي ناضجه، لكن مازال العمر ديالها غير 14 سنه. غادي تدوز 5 سنين على العمل ديال فاطمه تماك في هذيك الدار، يعني 5 سنين ما بقاتش شافت عائلتها. هنا فاطمه العمر ديالها ولا 15 سنه، وبالضبط سنه 2003. هنا ماريا بدات كتعيق، وبدات كتحس باللي راجلها الحبيب كيحاول يتقرب من فاطمه. واحد النهار قالت ليه انا راني خارجه معروضه عند العائله، وراني ما غاديش نجي للدار حتى للصباح، عاد غادي نجي، يعني غادي نبات معاهم. قال لها صافي، اصلا ما عندوش الحق يقول شي حاجه، يعني خاصو غير يسمع ويسكت. خرجت ماريا من الدار. هنا الحبيب بغى يستغل الفرصه، خرج من الدار، مشى لواحد المحل، خدا واحد الدجاجه مشويه وواحد العصير وجابهم لتماك، حطهم فوق الطبله وعيط لفاطمه. قال لها اليوم ما غادي تطيبي والو، اليوم غادي تجلسي حدايا تعشاي معايا. وخاصكم تعرفوا باللي فاطمه عمرها نهائيا ما جلسات في هذيك الطبله، ديما كنت تاكل في المطبخ. في الاول رفضات وما بغاتش، لكن من بعد ما حكر عليها جلسات. الحبيب بدا كيدوي معاها وكيبتسم، وكانه كيخبي واحد التوتر اللي فيه. غادي يكب ليها كاس العصير وهو كيبتسم وكيشوف فيها، وكاع التفكير ديالو غير كيفكر في ما وراء العشاء. لكن هنا في هذه اللحظه غادي يتحل الباب فجاه، وغادي تدخل ماريا. غادي تحصلهم جالسين بحال شي عاشقين. غادي تمشي نيشان عند الحبيب وغادي تصرفقوا صرفقاته وعيراته باخيب المعيور. اما فاطمه جرات عليها وقالت لها هزي حوايجك خرجي عليا وما نبقاش نشوفك هنايا. خرجت فاطمه من باب الشقه، وكان ديك الساعه 12 ديال الليل. هبطات للمرآب ديال العماره وباتت تماك، ما داهاش النعاس، بقات كتبكي الليل كامل حتى طلع الفجر. وهنا غادي تخرج من العماره. تمات غادا كتمشى، فين غادا الله اعلم. غادا شاده طريق برشيد، يعني غير غادا وما عارفاش راسها اصلا فين غتوصل، او بالاحرى القدر هو اللي غادي بها. بقات غادا كتمشى حتى غادي يبان ليها واحد الراجل كيرعى شي بقرات تماك، بحال شي دوار، بحال شي عروبيه. هاد المنظر فكرها في البلاد، فكرها في القريه، فكرها ملي كانت كتمشي ترعى هادوك المعزات اللي كانوا عند بواها. بدات غادا وكتقرب حتى شافها هذاك السيد. كان كيبان واحد الرجل مسن لكن قوي، عنده واحد اللحيه بيضاء وفي وجهه كيبان عليه الوقار. قرب عندها وسولها، قال لها شنو كديري دابا في هذا الوقت ديال النهار؟ شنو جابك في هذه البلاصه الخاويه؟ راه صعيب عليك الحال، راه كاينين الشفاره. هاد السيد كان كيبان واحد الراجل اللي متقي الله. هنا فاطمه ما حساتش حتى دمعات عينيها، وبدات كتعاود ليه في القصه كامل. الراجل كان غير ساكت وكيسمع ليها، بقات فيه بزاف. وهنا رحب بها وضايفها لهاديك البراكه ديالو فين ساكن، وقال لها ما تخافي من والو، ما حدك انت هنايا معايا، ما تخافي من والو، راه كاع الناس ديال الدوار هنا كيعرفوني وكيحترموني. هذاك الوقار اللي كان كيبان في الوجه ديال هذاك السيد زعمها انها تثق فيه وترحب بالضيافه ديالو. عطاها شويه اللبن وشويه الخبز، وقال لها سيري نعسي في بلاصتي، انا غادي نخرج نمشي نقضي شي امور. نعسات فاطمه وهي كتخمم في داكشي اللي وقع عليها، وكتحاول تخمم في شنو غادي يوقع عليها من بعد، حتى دات عينيها ونعسات شي سويعات. من بعد فيق هذاك الراجل بواحد اللطف اللي كبير، عمرها ما فاقت بحال هكاك. عطاها واحد القفه فيها التقدير وقال لها صوبي لينا الغدا. ناضت فاطمه بكل فرحه وكل سرور، قادات الماكله. اصلا هي كانت كتعرف الطيب. قادات الغدا في قل من ساعه وحطاتو، كلاو مزيان حتى شبعوا. خصوصا فاطمه بقات كتاكل حتى شبعات، حيت اخر مره شبعات فيها ما عقلاش عليها. كانت هذيك الماكله وهذيك الفاكهه اللي جاب هذاك السيد طيب بنينه بزاف، عمرها ما ضاقت بحالها. غادي يرجع هذاك السيد اللي سميتو عبد القادر للخدمه ديالو كيرعى هذوك البقر، وهي غادي تبقى تم. غادي يوصل الليل وغادي يتعشاو بالحليب والجبن والخبز. وفي الوقيته ديال النعاس هذاك السي عبد القادر غادي يقول لفاطمه نعسي في بلاصتي. غادي تنعس هي في بلاصتو، وهو غادي يخرج برا، غادي يفرش ليه
وغادي ينعس في الارض. بقى السي عبد القادر كيعاملها معامله طيبه وواحد المعامله اللي حسنه لمده ديال 3 ايام. وفي هاد 3 ايام ما كانش كيسولها على شنو ناويه دير وعلى فين غادا تمشي ولا شنو غادا دير ولا شنو باغا دير، ما كانش كيسولها نهائيا وما كانش كيجبد لي هذا الموضوع. حتى لصباح اليوم الرابع هنا غادي يجي عندها وغيقول لها شنو ناويه ديري، فين ناويه تمشي. قال لها انا راه ما عنديش مشكل انك تبقاي معايا، لكن الناس ديال الدوار ما غاديش يرحموني. انا واحد السيد اللي توفات لي الزوجه ديالي هذه 5 سنوات، يعني 5 سنين هذه باش مات لي مرتي وما عندنا الاولاد لا والو، والناس ديال الدوار راه غادي يبداو يشوفوا فيه شي شوفات ماشي هي هذيك وغادي يبداو يشكوا فيا. دوات مع فاطمه قالت لي انا عارفه هذا الشيء، غير اسمح لي لا تقلت عليك، انا غادي نمشي دابا نشد الطريق باش نرجع للوزان. هنا السي عبد القادر رفض الفكره تماما، قال لها لا ما يمكنش تشدي الطريق بوحدك وراه صعيب عليك الحال. قال لها اعطيني العنوان ديال داركم والاسم ديال باك، انا غادي نصيفط ليه واحد الرساله نقول ليه شنو كاين كامل، نقول ليه شنو كاين وشنو طرا باش يجي هو لعندك. وبالفعل داكشي اللي طرا. من بعد ما رسل الرساله داز اسبوع واحد، الاب ديال فاطمه التهامي غادي يجي، غادي يرحب بيه السي عبد القادر وغادي يضايفو لمده ديال 3 ايام. والنهار الرابع اللي بغى يمشي التهامي ويدي معاه بنته، هنا فاطمه غادي تجرأ وغادي توقف. قالت ليه شوف الوالد، انا ما باغاش نرجع معاك لهداك الدوار تم. قالت ليه انا عارفه الا رجعت معاك لتم غادي تزوجني بشي واحد من هذوك الشباب اللي كاينين تم، غادي غير يبهدلني ويكرفصني ونبقى خدامه عليه. كاع الشباب ديال تم لا خدمه لا والو، حتى واحد فيهم ما خدام، كلهم عايشين في الفقر، فين غادي تزوجني وفين غادي نعيش؟ الاب ديالها غير ساكت وكيشوف. اما السي عبد القادر اللي ضايفهم كان داك الساعه خارج كيقضي في شي حاجه. فاطمه قالت لبوها التهامي انا راه ما غاديش نمشي من هاد الدار، يا اما غادي تزوجني بهاد السيد اولا خليني خدامه عنده وجي نتايا بقى تاخذ الفلوس، انا اصلا ما كيهمونيش الفلوس. المهم هاد السيد عاملني معامله زوينه وعاملني برجوله وشهامه. في هاد اللحظه غادي يدخل السي عبد القادر وهز في يديه واحد الاناء ديال اللبن باش يقدموه للضيوف ديالو. هنا غادي تنوض فاطمه بكل جرأه وبدون تردد، قالت للسي عبد القادر راني دويت مع الوالد، يا اما غادي تزوجني على سنه الله ورسوله او يا اما غادي نخدم عندك هنايا نقضي لك الامور ديال البيت. هنا السي عبد القادر تصدم، ما عرف باش يجاوب. هذه واحد الاجابه اللي ما سهلاش، خصوصا تفكر مرته اللي دوز معها 30 سنه كانوا عايشين واحد الحياه اللي فيها الحب، واخا ما رزقهمش الله بالاطفال لكن كانوا عايشين سعداء. السي عبد القادر بقى كيفكر، وهنا باش يختبر فاطمه قال لها انا راه واحد الرجل كبير ما غادي تشوفي معايا الا الهرم والشيخوخه. ردات عليه فاطمه وقالت ليه كنفضل انني نكون زوجه ديال شيخ كبير على انني نكون بين يدين شاب اللي ما غيعطي حتى شي قيمه لكرامتي. هنا السي عبد القادر سكت وبقى كيفكر، لكن في الاخير وافق وكمهر ليها او كيف ما كنقولوا ليه حنا الصداق عطى لبواها 3 البقرات. هنايا كيشوف بواها باللي باغي غير يمشي باش يبيع هذوك البقرات في السوق باش ياخذ فلوسهم، شافو غير زربان وباغي غير يمشي. دو معاه قال ليه شنو باغي دير؟ قال ليه ودي راه باغي نمشي نبيع هاد البقرات في السوق. قال لي بشحال باغي تبيعهم؟ قال لي بالقد والقد. ويجبد الفلوس قال لي هاك الفلوس خذهم. المهم من بعد عاش السي عبد القادر وفاطمه بخير وعلى خير وكانوا فرحانين. لكن هنا ولاد عمو اللي كانوا كيتسناو فيه غير امتى يموت باش يورثوا كاع هذوك الخيرات ديالو ما حملوش فاطمه حيت تزوج بها، ما تسرطاتش ليهم هاد القضيه وكانوا كيديروا المستحيل باش يفارقوه. وبالفعل بداو كيوسوسوا للسي عبد القادر وكيقولوا ليه باللي مرتك راه ما مزياناش، مرتك راه كتلعب ورا ظهرك، مرتك شافتك واحد الراجل اللي كبير ودايره ما بغات. المهم بقاو كيعمروا ليه في راسو مزيان. السي عبد القادر بدا كيدخلوا الشك، وهنا فاطمه بداو كيبانوا عليها الاعراض ديال الحمل. هنا السي عبد القادر صافي دخلوا الشك بزاف، بدا كيشك في الابوه ديالو، خصوصا ان الناس كانوا كيقولوا ليه انت عاقيم ما كتولدش. ما قال لفاطمه والو، لكن المعامله ديالو تبدلات بزاف، هجر الفراش ديالو وما بقاش كيدوي مع فاطمه ولا غير كيتهرب منها ولا كيحاول يتجنبها ما امكن. وهنا فاطمه ما بقاتش قادره تصبر على هذا الشيء، ناضت واحد النهار وقالت ليه انا غادي نشد الطريق غادي نمشي في حالي لوازان. قالت ليه غير طلقني باش ترتاح، انا ما باغا منك لا فلوس لا والو، بركه عليا غير هاد الولد اللي في كرشي. هنا السي عبد القادر بحال بدا يفيق شويه،
قال لها خلينا نمشيو عند شي طبيب باش نتاكدوا باللي هاد الولد واش ولدي ولا لا. لكن فاطمه رفضت نهائيا، حيت بطبيعه الحال حست بالاهانه وعدم الثقه. طالبات عاوتاني باش يطلقها وتمشي في حالها، لكن واخا هكاك السي عبد القادر ما سمحش فيها، ما خلاهاش تمشي. غادي تبقى معاه تماك في الدار حتى غادي يوصل الموعد ديال الولاده ديالها. غادي يديها لاحسن مستشفى باش تولد. هنا فاطمه غادي تولد طفل ذكر. السي عبد القادر غادي يدوي مع واحد الطبيب تماك، غادي يدوي معاه غير بالتخبيه. غادي يقول ليه واش ممكن انني نتعرف على داك الولد واش ولدي ولا لا. جاوبو الطبيب قال ليه هذه واحد الحاجه اللي سهله، اجي معايا ناخذ عينه من الدم ديالك والنتائج راه غادي يخرجوا من بعد 3 ايام. مشى مع السي عبد القادر، عطاه الدم ديالو ووصى الطبيب قال ليه هادشي بغيتو يكون في سريه، ما بغيتش الزوجه ديالي تعرف هادشي. قال ليه كون هاني، هادشي غيبقى غير بيني وبينك. وبالفعل من بعد 3 ايام غادي تخرج هذيك النتيجه، والنتيجه كانت باللي الطفل ولد السي عبد القادر ب100%. هنا غادي يفرح بزاف وما تخيلوش الفرحه ديالو قداش كانت، خصوصا ان هاد السنوات كامله كان كيسحب راسو باللي عقيم ما كيولدش، لكن اخيرا رزق الله بطفل ذكر. هنا غادي يمشي عند الزوجه ديالو فاطمه وغادي يبوس ليها راسها وغيطلب منها السماحه. لكن هنا ولاد عمو ملي ساقوا الخبار عرفوا باللي هذاك الطفل غادي يحجب عليهم الارث، يعني ما بقاش عندهم الحق انهم يورثوا. السي عبد القادر كان متيقن باللي ولاد خوه ما غاديش يخليوه في راحته، لا هو ولا ولده ولا مرته. هنا شنو دار؟ مشى عند واحد الصديق ديالو اللي الروح بالروح، غادي يتشاور معاه شنو ندير وشنو نفعل. الصديق ديالو غادي يعطيه واحد الفكره اللي رائعه، وبالفعل السي عبد القادر غادي يطبق هذيك الفكره ب100%. شنو هي الفكره؟ غادي يمشي وغادي يبيع كاع الممتلكات ديالو، غادي يبيع كاع هذاك البقر اللي كان عنده، كاع الماشيه اللي كانت عنده، وكاع هذوك الاراضي اللي كانوا عنده، زائد واحد الارض كانت قريبه من المدينه، يعني جابت لي واحد الثمن اللي كبير حتى هي باعها. غادي يبيع هذاك الشيء كامل وغادي يمشي للدار البيضاء، غادي يشري بيهم بزاف د العمارات. غادي يشد هذوك العمارات كاملين وغادي يكتبهم في السميه ديال الزوجه ديالو والابن ديالو. اصلا هو ولا واحد الراجل اللي كبير، يعني في اي لحظه يقدر يموت والموت بيد الله. المهم كتب ليها كل شيء، سميتها وسميت ولدها، وكانت هي اللي كتصرف في داك الشيء، هي اللي كتصرف في هذوك الاملاك. قال لها بما ان انت مازال صغيره ومازال عندك الصحه، يعني انت اللي تكلفي بهذيك الامور كامله، يعني هذوك الشقات وهذوك العمارات كاملين اللي شرا غادي يكريوهم، وخلاها هي تكلف بكل شيء. قال لها انا بغيت غير نركز على العباده والصلاه ديالي، انتي قابلي كل شيء. ومن بين هذوك العمارات اللي شرا السي عبد القادر اختار واحد العماره هي اللي خدا فيها واحد الشقه وفرشها باحسن الفراش، وحتى عائله الزوجه ديالو شرا لهم واحد الشقه في واحد الحي شعبي. المهم هذيك الشقه اللي فرش السي عبد القادر ملي فرشها وقادها دا فاطمه ليها باش تشوفها. هنا فاطمه غادي تصدم باللي هذيك العماره هي نفسها اللي ساكنه فيها ماريا، السيده اللي كانت خدامه عندها. في الاول تصدمات وخافت، قالت ليه ما نسكنوش هنا، لكن السي عبد القادر طمأنها وقال ليها باللي هاد العماره كامله في الملك ديالها. غادي يدوز الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني هنا فاطمه سمعت باللي كاع هذوك الناس ديال العماره كيتشكاو من الشقه ديال ماريا، كيقولوا باللي رجعاتها وكر ديال الدعاره. هنا كانت الفرصه ديال فاطمه باش ترجع الانتقام ديالها. في البلاصه عيطات للمحامي اللي مكلف لها بكاع هذوك الامور ديالها، وقالت ليه هاش كاين وهاش كاين. المحامي غادي يدوي مع السيده ماريا وغيقول لها باللي خاصك ضروري تخلصي هذاك الكرا اللي مجموع عليك، حيت شهور وشهور ما بقاتش خلصات ليهم الكرا. ماريا رفضات وما بغاتش تخلص، يعني ما تسوقاتش ليهم. اما بالنسبه لداكشي اللي كدير في دارها، هنا المحامي غادي يقاد واحد الشكايه وغادي يوقعوا فيها كاع هذوك الجيران اللي في هذيك العماره، يعني كاع هذوك الجيران اللي متضررين. غادي يقدموا هذيك الشكايه للنيابه العامه. النيابه العامه غادي تعطي امر لشرطه الاخلاق باش يراقبوا هذيك الشقه ديال ماريا. وبالفعل كانوا حاضين هذيك الشقه باش يحاولوا يشدوا هذوك المتورطين متلبسين. رئيس شرطه الاخلاق اكتشف بالفعل باللي هذيك الشقه ديال ماريا كيدخلوا لها بزاف د الرجال والنساء، يعني تيقن باللي بصح هذيك الشقه ولا توكر للدعاره. هنا غادي يقتحموا الشقه بمساعده عدد من المفتشين، وغادي يلقاو القبض على 2 ديال النساء و2 ديال الرجال. غادي يلقاو عليهم القبض في حاله تلبس، وملي داوهم المخفر الشرطه اعترفوا لهم باللي ماريا
هي اللي كدير عملية الوساطة في الدعارة. هنا الشرطة عيطات لمولات العمارة اللي هي فاطمة باش تحضر لهاد الشيء. ملي دخلت فاطمة كانت ماريا جالسة في واحد القنت وكتبكي. ملي شافت ماريا هذيك المرة اللي دخلت اللي اصلا ما عرفاتهاش واش فاطمة، ناضت عندها بدات كتطلب فيها كتقول لها عافاك تنازلي على الشكاية. هنا فاطمة كتشوف ماريا وبغاتها تفكرها، بغاتها تذكرها، لكن ماريا ما عرفاتهاش، باقي ما عرفاتهاش. قربت ليها فاطمة كتر وكتر وقالت لماريا شوفي فيا ما عقلتيش عليا، وهي توريها كاع هذوك الحروق اللي كانت كدير ليها في يديها، كانت كتكويها. هنا ماريا تصدمات في بلاصتها وما عرفاتش باش تجبلات. اواه، الخدامة اللي كانت خدامة عندي ولات هي المالكة ديال هاد العمارات. حسات بالصدمة والارض دارت بها، لكن واخا هكاك ناضت بغات تبوس يد فاطمة، لكن فاطمة بعدات عليها ومشات. هنا غادي تحكم على ماريا بالتوسط في الدعارة لمدة ديال 6 أشهر في السجن، وتماك غادي ترفع عليها فاطمة دعوة إفراغ الشقة، وبالفعل غادي تخرج أخيرا من تم. الخوت، كانت هذه هي القصة الرائعة ديال اليوم، واللي في الحقيقة علمتنا بزاف د الحوايج. أكدت لنا باللي ربي ديما كياخد لينا حقنا، سواء هنا في الدنيا أو في الآخرة، أو كيف ما كنقولوا حنا كالدور الصمتة. الخوتي، إلا عجبتكم الحلقة ما تنسوش تخليو لايك وتبارطاجيو مع صحابكم. كان معكم أمين نقيطي. تهلا.